انكل. هاي ماي فريند. ام سوري سي، كان المفروض قبل ما اجي ابعت لحضرتك مسج على الماسنجر او السناب او حتى الانستا. دونت وري. انما قول لي ايه سبب الزياره؟ انا جاي لك النهارده بقى يا انكل عشان اعمل اد وتضمني معاكم لجروب العيله. اوه، ويا ترى عايز تقاد مع مين بقى في العيله؟ ماهي يا انكل. ماهي. ويا ترى وصلتوا لحد فين بقى على السوشيال ميديا؟ انا هحكي لك يا انكل. احنا اتعرفنا على بعض على السناب واستلطفنا بعض في الانستا وحبينا بعض بقى في الايمو، وامبارح اتكلمنا على الواتس واتفقنا ان انا اجي النهارده لحضرتك واعمل لها اد وانضم معاكم في جروب العيله. جميل خالص. انما قول لي بقى، املكك ايه على السوشيال ميديا؟ اوه اي هاف 7 ايميلز على الفيسبوك، ده غير بقى الانستا والسناب والايمو والفايبر. والمفاجاه بقى يا انكل ان انا امبارح نزلت اللولو شات. اوه، كمان عندك لولو شات؟ ده احنا كده هنبقى بيست فريند قوي، وانا اللي هعمل لك اد بنفسي وادخلك في جروب العيله، بس مبدئيا هتسطب لي لولو شات عندي الاول. ايه ده يا انكل؟ هو انت ما عندكش لولو؟ ده انا طول الليل امبارح عمال اتفرج على اصحابي وهم على الوول بتوع الفيس وعمالين يتكلموا عن اللولو وجمال اللولو وحلاوه اللولو. اعتبره حصل يا انكل. يعني افهم من كده ان حضرتك موافق تدخلني جروب العيله؟ طبعا موافق، بس للاسف في بروبلم صغير كده. بروبلم ايه بس؟ انا بدات احس ان باقه عقلي قربت تهنج. اصل بصراحه جروب العيله وصل للحد الاقصى في الاد. طب والحل يا انكل؟ احنا خلاص بقينا بيست فريند انا وانت. احنا عندنا في مشكله ما بين بنت خالتي وجوزها، والمشكله دي بقى لها كام يوم كده، وقريب هتعمل له بلوك، وساعتها بقى يا جميل هعمل لك الاد بنفسي. ميرسي جدا يا انكل، وانا حالا هعمل لك اشاره ترحيب من الاكونت بتاعي. لا، تسطب لي لولو شات الاول يا حبيبي. عينيا يا انكل عينيا.